وما تكبرش. انت مش عايز تظهر قدام الناس بس ان انت عامل بيزنس ناجح، لا انت لازم تبقى ناجح من جواك. ايه البوينت اللي تخليني اقول مش انا فاشل بس المشروع ده فشل؟ بص، انت عندك يعني بتبدأ تفكر في شقين، اللي هو الخطأ اللي يصلح للتعديل والخطأ اللي ما ينفعش فيه التعديل، خلاص انت لازم تنهي المشروع. الخطأ اللي ما ينفعش فيه التعديل خالص اللي هو انا ما بقاش رايح افتح مثلا شركة يخوت او محلات تبيع مراكب او تعمل كده في صحراء. ما انت اوريدي المشروع هيفشل. وما تكبرش. انت مش عايز تظهر قدام الناس بس ان انت عامل بيزنس ناجح، لا انت لازم تبقى ناجح من جواك. ما تكبرش، انت بتبذل مجهود، بتبذل في مادياتك في وقتك، فده يتعمل عليه اكس. لا طبعا ابدأ فكر ان انت تقفل تشوف مكان تاني. انما القابل للتعديل ان انا اخرج بره المشكلة بتاعتي، ابدأ اشوف انا عندي مشكلة في ايه اللي مخليني ان انا ممكن افشل. التيم اللي انا موظفه، السوشيال ميديا انت بتشتغل الدعاية بتاعتك مثلا فيها حاجة غلط، بتبدأ ان انت تشوف مشكلتك من بره. خد اراء الناس اللي حواليك، انت مش لازم كل حد يقولك حاجة هتعملها، بس تبدأ تكتسب من الاراء ديت ان انت تقدر تحل مشكلتك. تشوف المشكلة فين، في الادارة، لو انت حاولت المسار دوت مشروعك هيكمل وهينجح، مش هيبقى فيه اي مشكلة.